عمرك حصل لك الموقف ده؟ انت ماشي جنب مكان تعرفه أو قاعد في الأتوبيس أو بتقلب في الموبايل، وفجأة من غير أي سبب واضح تحس إن حاجة اتغيرت. لحظة كنت كويس واللحظة اللي بعدها طاقتك بتنزل، صدرك تقيل شوية وحاسس بتوتر جواك، وفجأة تحس إنك عايز تعيط ومفيش حاجة حصلت، لا خبر وحش ولا خناقة ولا أي سبب واضح. لو حسيت بكده قبل كده فأنت مش لوحدك، وفيديو النهاردة بيتكلم عن تجربة حقيقية جدا وغالبا الناس بتفهمها غلط، واللي أحيانا بنسميها الحزن اللاواعي، وإيه اللي بيحصل فعلا لما الحزن يظهر فجأة من غير سبب. قبل ما نكمل حابين نشكركم على تعليقاتكم الجميلة، حتى التعليقات السلبية اللي بتساعد القناة تكبر. بجد بيسعدنا لما نعرف إن المحتوى بتاعنا جه في الوقت المناسب ليكم، ولسه المحتوى بتاعنا بيأثر بشكل كبير في الناس اللي بتشوفه، وده أهم حاجة بالنسبة لنا. نتمنى نكمل ونكبر بدعمكم. لو المحتوى بيفرق معاك ياريت تعمل لايك وتكتب تعليق وتشارك الفيديو، ولو لسه ما عملتش اشتراك ياريت تشترك في القناة. حوالي 80% من المشاهدين مش مشتركين، فلو اشتركت هتساعدنا نوصل لناس أكتر، وفي المقابل إحنا هنكمل نقدم محتوى أحسن وأحسن مستوحى من تعليقاتكم. طيب نرجع للفيديو. إيه هو الحزن اللاواعي؟ الحزن اللاواعي مش تشخيص رسمي، لكن علماء النفس بيستخدموا المصطلح ده لوصف مشاعر بتظهر من غير سبب واعي واضح. في الحقيقة مخك دايما بيعالج معلومات حتى لو انت مش واخد بالك، ذكريات، ارتباطات، مشاعر لسه ما اتحلتش، أو ضغط مخزن في الجسم. أحيانا الحزن مش بيتخلق في اللحظة، لكنه بيتفك ويتطلع في اللحظة. السبب الأول الذاكرة العاطفية والارتباط. المخ بيخزن الذكريات مش بس كأحداث، لكن كأنماط عاطفية، ريحة معينة، مكان، أغنية، وقت معين من اليوم. حتى لو انت مش فاكر ليه الحاجة دي مهمة، جهازك العصبي فاكر إحساسها زمان. ده اسمه الذاكرة الضمنية، يعني ذاكرة من غير استرجاع واعي. عشان كده لما تعدي من مكان، تسمع صوت، أو تشوف حاجة مألوفة، جسمك ممكن يتفاعل قبل ما عقلك يفهم السبب. انت مش بتتخيل، مخك ببساطة بيربط النقاط في الخلفية. السبب التاني مشاعر مكبوتة أو مؤجلة. أحياناً الحزن بيظهر فجأة لأنه ما خدش فرصته يظهر قبل كده. لما الحياة تبقى مشغولة أو مرهقة أو مليانة ضغط، المخ بيركز على النجاة الأول قبل معالجة المشاعر، فالمشاعر بتتأجل. ولما الدنيا تهدى شوية، المشاعر دي بتطلع، مش لأنك ضعيف، لكن لأن مخك أخيراً حس إنه آمن كفاية يخرجها. السبب الثالث الإرهاق الذهني وقلة الطاقة العاطفية. الحزن ممكن يظهر كمان لما تبقى مستنزف عاطفياً، لما تبقى تعبان أو محروق نفسياً بيرن أوت، أو حاسس بتشبع من المؤثرات. المخ بيبقى عنده طاقة أقل ينظم المزاج. الحاجات الصغيرة بتبقى تقيلة، واللحظات العادية بتحسها فاضية. الاحتياطي العاطفي عندك بيبقى خلص، وده مش معناه إن في حاجة غلط فيك، معناه بس إنك شايل كتير حتى لو مش قادر تحدد إيه هو. طيب تعمل إيه لما الحزن يجي فجأة؟ أول خطوة، ما تخافش وما تحاولش تصلحه فوراً. بدل كده حاول تسمي الشعور بهدوء. قول لنفسك مثلاً أنا حاسس بحزن دلوقتي ومش لازم يكون ليه سبب. تسمية المشاعر بتنشط أنظمة تنظيم المشاعر في المخ. الخطوة التانية، راجع جسمك قبل أفكارك. هل أنت جعان، تعبان، محتاج راحة، حاسس بزيادة في المؤثرات حواليك؟ الحزن مش دايماً عاطفي، أحياناً بيبقى جسدي. الخطوة الثالثة، ادي لنفسك احتواء مش إجابات. مش لازم تحل الحزن، بس اسمح له يكون موجود من غير ما تحكم عليه. غالباً المشاعر بتمشي أسرع لما ما نحققش معاها كتير. طيب إمتى لازم تهتم أكتر؟ الحزن اللي بيجي أحياناً من غير سبب واضح ده طبيعي، لكن لو الإحساس ده بيحصل كتير جداً أو بيستمر أكتر من يوم أو بدأ يؤثر على حياتك اليومية، ممكن يكون علامة الضغط أو الإرهاق النفسي أو الاكتئاب أو حزن قديم لسه ما اتحلش، وساعتها طلب المساعدة شيء طبيعي جداً.
الإحساس بالحزن من غير سبب واضح غالباً معناه إن عقلك وجسمك بيحاولوا يوصلوا رسالة بهدوء، وتعلم إنك تسمع لهم من غير خوف أو لوم لنفسك ده جزء من النضج العاطفي. لو مريت بالنوع ده من الحزن قبل كده قول لنا في التعليقات، ولو حابين فيديو تاني عن إزاي نتعامل مع مشاعر مش قادرين نفسرها قولوا لنا برضو، إحنا بنسمعكم. حاجة إحنا شخصياً لقيناها مفيدة جداً هي الكتابة في المفكرة journaling، خصوصاً لو ما عندكش إمكانية تروح لمعالج، وكمان فيديوهات التأمل الموجه اللي عملناها للحظات اللي المشاعر فيها بتغلبنا. وكالعادة شكراً على كلماتكم الجميلة، ولو حابين تشتركوا في القناة ما تنسوش تضغطوا زر الاشتراك، ده هيفرق معانا جداً. نشوفكم المرة الجاية.